السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل مع بعض الممبار بطريقة حلوة جدا وسهلة خالص. هوريكي طريقة تعبي بيها الممبار، بجد حلوة جدا. يعني هتعمليه وحدك خالص، مش هتحتاجي حد يعمله معاكي. في 10 دقايق هتعملي كيلو ممبار، وهيديكي اللون المحمر الذهبي ده. برضو السر في الفيديو، ولا دهنا صلصة ولا اي حاجة خالص، انا محمراه عادي خالص. وهتشوفي السر معايا بالفيديو ان شاء الله باذن الله. انا معايا هنا بصلتين، حطيتهم في زيت وبقلبهم على البوتاجاز. تمام. اول ما يبداوا يسخنوا شويه كده، بنزل عليهم بشويه من الخضره. مش كلها يعني، انا ببقى حاطه الخضره جنبي، باخد منها حوالي معلقه كده، بنزل عليها كده قبل كل الخضره، يعني الكزبره والشبت والبقدونس، وبقلبهم مع البصله. بجد بتدي طعم حلو جدا جدا، وبتفرق خالص في طعم اي محاشي. وبحط الكزبره والملح وفلفل اسود، بحط البهارات بتاعتي يعني، وبقلبهم برضو شويه على البوتاجاز. انا مش بخلي البصله يعني تتحمر في المحاشي، انا يدوب بس بتدبل شويه كده خلاص. وبعد كده بنزل عليهم بالصلصه، الطماطم. خلاص انا كده نزلت عليهم بالطماطم. بعد كده احط معلقه صلصه، وهنزل بباقي البهارات برضو تاني. انا احب احط كزبره في المحشي الممبار، بحب احط كزبره كتير، بتدي طعم حلو جدا جدا. وحطيت مرقايه، وبقلبهم اول ما بيغلوا شويه على البوتاجاز. تمام. وبعد كده بنزل على بكميه الرز. طبعا كيلو من الممبار بياخد كيلو رز. خلاص انا كنت عامله كيلو قصاد كيلو ممبار. نزلت هنا الخضره الباقيه وهقلبهم شويه. بعد كده هنزل بالرز. الرز طبعا بفضل اقلب فيه لغايه ما بحس ان الصينيه او الحله اللي معايا خلاص ما فيهاش ميه من تحت. اوريها لك ازاي. بقلب فيها شويه يعني دقيقتين مثلا على البوتاجاز كده. بصي كده مفيش ميه خالص من تحت كده، تمام معايا الرز. خلاص وابدا احشي. بص بقى الطريقه يا ست، والسر خالص هنا ان احنا نحشي ازاي. عندك ازازه زيت او ازازه ميه، بقطعها زي ما انت شايفه كده من عند البق كده، وبحشي بيها. مش هتكملي 10 دقايق بجد، وهتلاقي نفسك حشيتي كيلو ممبار او 2، مش هياخد معاكي وقت خالص. تمام. هنمسك الممبار طبعا الطول اللي انت عايزاه. طبعا انا عامله هنا الطول مثلا هقصه 2 عشان احشي بالمره 2 على طول. زي ما انت شايفه كده انا حطيت بق يعني الممبار كده في بق الازازه. خلاص. وببدأ بمعلقة صغيرة، واضغط عليها كده لغاية ما ينزل، الاقيه نزل معايا في الممبار بالكمية اللي انا عايزاها. طبعا احنا مش بنحط كتير في الممبار عشان ما يفرقعش مننا. خلاص كمية قليلة خالص لانه بيزيد تاني. خلاص. وبعد كده ببدأ بقى اسحب في الممبار. دي هتعمل معايا 2، يعني ممكن تعملي 2 مرة واحدة زي كده وتقصيه بالمقص. او لو عايزة صغير على طول وتحشي وتحطي على طول براحتك. عايزة تعملي اطول من كده وتبدأي تقصقصي، برضو فكرة حلوة جدا. انا هنا بقى عملت 2، يعني هي نفس الواحدة اللي انا حشيتها. خلاص. بص كمية الرز قليلة خالص، ما نزودش عن كده لان الرز هيزيد معاكي، وعشان ما يطلعش بره الممبار وما يملاش الحلة رز، وفي نفس الوقت ما يفرقعش معاك ويبوظ. خلاص انا هعمل بالطريقه دي كده على طول 2 يعني انا عامله القصه بتاعه الممبار ان انا اقصها 2 بعد كده. وممكن تعمليها زي ما بقولك اطول من كده وتقصيه 3، تقصيه 4. حلو برضو، فكره حلوه ان هو يوفر معاكي وقت. تمام. بجد انا ما كملتش 10 دقايق والله، كنت حشيت كيلو ممبار، كنت خلصته بالطريقه دي. انا هنا برضو دي هعملها برضو على 2. وممكن تعملي اصغر من كده براحتك، يعني الحجم اللي انت عايزاه هتقصيه. بس الفكرة ان الازازة بجد ما بتاخدش وقت معاكي خالص، وتخليكي مش هتحتاجي اي حاجة ان انتي تعملي بايدك ويقع منك ويتزفلط منك، لا خالص. بعد كده هتبدأي ترصيه بقى في الحلة هنا. انا كنت حاطة مية بتغلي على البوتاجاز. خلاص هترصيه كده فوق بعضه بالمنظر ده، يعني فوق بعضه. تمام. ويا ريت اللي ما اشتركش في القناة يشترك عشان يوصل له كل جديد، ولايك وشير ان شاء الله باذن الله الفيديو يعجبكم. وبعد كده يا ستي الكل بنزل بميه مغليه، ميه مغليه على المنبار على طول. بحط بعد كده البهارات اللي عايزاها، ملح وفلفل اسود وبصل وورق لورا وطماطم، وبحطهم على البوتاجاز لغايه ما يستووا. وبعد كده بطلعهم واصفيهم خالص في مصفى، وببدا بالشوكه اعمل زي ما انت شايفه كده يا دوب خرم صغير، بحيث وانت بتحمريه على البوتاجاز ما يفرقعش في وشك. يعني الحركه دي عشان ما يفرقعش في وشك بقى ونقعد نجري بقى في المطبخ. تمام. ربع كوبايه اللبن دي بقى هي اللي هتخليهولك محمر حلو جدا، وفي دقيقه هيحمر معاكي بسرعه في الزيت. مش هنقعد نستنى فتره طويله قوي على ما يديك اللون اللي انت شفتيه اول الفيديو.
لا خالص، بتحطي ربع كوبايه اللبن وتبداي تقلبي خلاص. وبعد كده بتبداي تحمري. انا بجد في دقيقه واحده كان اداني اللون ده. يعني انا كنت في الاول قبل ما يعني استخدم حكايه اللبن دي كنت بقعد فتره طويله قوي على ما يديني اللون، لكن ده بجد بسرعه هيحمرهولك بسرعه ويديك اللون كانك بجد دهنه صلصه، وهو مش محتاج، وبطريقه حلوه وسريعه. وبجد كان طعمه حلو جدا ومقرمش من بره وطري وسريع في التحمير. يعني شايفه اللون حلو جدا جدا. ويا رب الفيديو يعجبكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.